مكسب غير مستحق تماما للارسنال امبارح على المان يونايتد. المان يونايتد كان ظاهر بشكل افضل بكتير وكان منظم هجوميا، لولا افتقد بس الحد ان هو يحط الجون او يعني الانهاء او اللمسه الاخيره والفينش زي ما احنا بنقول. امبارح الارسنال ما كانش مؤثر هجوميا تماما، بس كان ملتزم دفاعيا، وده على عكس اللي احنا توقعناه بالنسبه للارسنال وبالنسبه للسنه اللي فاتت من اللي شفناه منهم من تسجيل اهداف ومنافستهم على البطوله او على الدوري الانجليزي عموما. اليونايتد فيه تطور ملحوظ جدا في الاداء شفناه، وكان في ترابط ما بين الخطوط، ولولا الغلطه بتاعت بايندر اللي هو الجون بتاع اليونايتد كانت النتيجه خلصت بالتعادل على الاقل، وكان هنقول ان الماتش يعني يطلع يعني بنتيجه مرضيه بالنسبه للارسنال وبالنسبه لليونايتد، مع ان اليونايتد كان احق واقدر بالفوز لو كانوا قدروا يترجموا الفرص اللي ضاعت دي كلها لاجوان. امبارح ساكا ومارتينيلي ما قدروش يخترقوا الاختراقات اللي يعمل فاعليه على مرمى اليونايتد، في ظل ان كان اليونايتد بالنسبه لمبومو وكونها افضل بكتير بالنسبه من ساكا ومن مارتينيلي. الترابط ما بين الخطوط امبارح كان مفتقد، والارسنال بالنسبه للهجوم لكن كانوا يعني واقفين صح دفاعيا. امبارح اللي افتقدوه بس اليونايتد ان حد يعمل فينش او يحط جون يتعادل بالنتيجه او يعلى بالنتيجه عن او يسبق بالنتيجه عن الارسنال، لكن ده ما حصلش. هي دي كره القدم زي ما احنا عارفين، وتملي النتائج بتبقى غير متوقعه وبالذات في الدوري الانجليزي، لكن من وجهه نظري المتواضعه كان الاحق بالفوز والاقدر بالفوز هو اليونايتد، لكن دي الكوره. اتمنى يكون شرح المبسط ده عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد في ماتش جديد في الدوري المصري والدوري الانجليزي وتغطيه شامله بالنسبه لكره القدم. ولا تنساش فولو ولايك لو الفيديو عجبك. كان معاكم يوسف صباغ، واشوفكم على خير. السلام عليكم.